ثم تجمهرت الناس. ويقول ابن عبد المطلب انا كنت موجود وشاهدت هذه الحالة. يقول والله ما قال رسول الله لفاطمة ان الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، انا راض عمن رضت عنه فاطمة وساخط على من سخطت عليه فاطمة، حتى رفعت يديها وهي تنادي ايها الناس اعلموا ان هؤلاء القوم دخلوا على دار رسول الله وهتكوا حرمته، ان هؤلاء القوم كسروا ضلعي واستلبوا نحلته فدك مني، وهي تبث شكواها لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. قالت اخرجوا عليا فوالله ان لم تخرجوه سارفع يدي بالدعاء، الى ان رفعت يديها. يقول ابن عبد المطلب رايت جدران المدينه ارتفعت من مكانها بمجرد ما رفعت يديها فاطمه. خرعت الناس لعبد المطلب قالوا يا ابن المطلب اذهب لفاطمه وقل لها ان تنزل ايديها من الدعاء، فوالله كادت المدينه تنقلب على اهلها. فجاء اليها قال حبيبتي فاطمه سيدتي يا بنت رسول الله انزلي ايديك من الدعاء. قالت يا عم قل لهؤلاء القوم يخرجون عليا والا قلبت المدينه سافلها عاليها على رؤوس هؤلاء. يقول فعلا الامام خرج. علي بن ابي طالب ترى رجل ما يعد برجل، 83 غزوه معارك حروب قاتلها الامام امير المؤمنين، حتى خرج وجد فاطمه واقفه في باب المسجد وهي تخفي عليه شيئا، واضع يدها اليمنى على عينها. سالها الامام قال فاطمه لماذا واضع يديك على عينك؟ سكتت الزهراء الى ان وصلت الى البيت. وصل الامام رفع يديها وجد الزهراء عينها محمره من كثر الضرب على عينها، وجد احمرار على عين الزهراء. تقول اسماء انا شفت الامام انكسر، يعني شفت الامام اخذ يتألم. قال حبيبتي من صنع بك ذلك؟ من يسوي بيش الشكل؟ يقول ضاوعت عليه قالت قنفذ امره اللعين حتى ضربني وشتم ابي رسول الله. يقول الامام انا شاهدت في حاله اخذ يبكي، اخذ جانبا من الغرفه وهو يبكي بكاء عاليا. يا رسول الله يا رسول الله ما فعلت بي بوصيتك؟ يقول انا في هذه الليله ليله وداع الزهراء انا شفت السيده اغتسلت ثم تطيبت ثم لبست ملابسها الجديده واوصت عليا يا علي اذا مت فغسلني وكفني وادفني سرا ولا تقتلع ثيابي لانني طاهره مطهره. يا علي يا علي لا تدع احدا من الذين ظلموا لي يمشون خلف جنازتي. قالها امرا وطاعه. الامام ذهب تقول انا اسمع صوتها تقرا القران الكريم حتى انقطع الصوت. علمت بان سيدة الزهراء ماتت. يا اخي يعني اولاد صغار تفارق امامهم شنو يكون حال الولد؟ فتقول اسماء سمعت صوتها انقطع من قراءة القرآن، قلت ان سيدتي ماتت. بينما انا كذلك وعد بالباب طرقت حتى انظر الحسين يناديان اسماء اين امنا فاطمة اين امنا الزهراء؟ حملت لهم طبقا من الطعام قلت سيدي حسن سيدي حسين تعالى وكلا نظر الي اسماء متى اتمنا وامنا لم تكن معنا. احنا نريد امنا الزهراء لا ناكل حتى تاتي الينا. تقول نظرت اليهم انكسر قلبي عليهم قلت سيدي حسن سيدي حسين امكم وانا فلتا من يدي دخلا الى الغرفه وجدا امهما مقبله الى القبله حركها ما تحركت ناداها ما جابت الله انا حبيبك يا الحسن ما اجابتهما. الله انا حبيبك الحسين. رموا بنفسيهما على صدر ام الزهراء
تقول أسماء بنت عميس خفت عليهما أن يموتان على صدر أمهما فاطمة. خرجت إلى باب الدار أنادي أيها الناس لقد ماتت فاطمة، أيها الناس أين أمير المؤمنين فليأتي وينقل أولاده من الموت. وصل الخبر يا علي يا علي أن الزهراء ماتت قضت نحبها. تقول أسماء نظرت إلى رجل 3 مرات يقم ويقع على وجهه حتى وصل إلى داره وتحققنا النظر وإذنه الإمام أمير المؤمنين جاءني يرتجف أسماء أين فاطمة؟ قلت سيدي هي في الغرفة. تقول دخل الإمام باوع شاف منظر رهيب، أولاد صغار يبكيان على صدر أمهما، الحسن يقبل بقدميها والحسين يقبل بيديها يقسم عليها بجده رسول الله بما كلمته ما تنادي فاطمة. حتى تقول أخذ جانبا من الغرفة وضع رأسه على رجلته أخذ يبكي بكاء عاليا حبيب لا يا مالجي حبيب لا يجي حبيب. قلت سيدي يا علي أنت الذي تعلم الناس على الصبر والذل. قال الصبر على الظالم الجميل. قلت سيدي تعال سلهما والله سيموتان على صدر أمهما. يقول جاءها علي ناداها حبيبتي فاطمة أقسم عليك برسول الله لما كلمت أولادك. يقول علي والعيش الذي عشته مع رسول الله رأينا فاطمة حنت وأنت مدت يديها إلى أولادها حضنتهم. قال بني حسن حسين ودعوا أمكما هذا الوداع الأخير. يلا أولادي ترى هذا الموت هذا وداع الأم الأخير فعلا. تقول أسماء رأيتهما ينادون يما يما نعم يما الوفا والطيب يما كريمة وجفها ليل محتاج يما يما شسوي حتى جاز الراج يما يا شمعة بيت لم تضوى علي. وهذا لسان كل من فقد وكل من ترك أمه وكل من ودعها. ما أنا الوالدة اللي شجازيها وحجمنا غالبك عليها. أنا الوالدة اللي شجازيها حجمنا والله مش عليها. حنينا يمين القلب احنا يمين القلب يما رد علي مويش تبطي رد علي مويش تبطي يا معدلة يا مقلب الحنين يا معدلة يا مقلب الحنين الحنين على الضميت لا ترجع تحت يوم تراه القلب مفراقك يما تحطم امكان الام فلا تقدر تحطم. زمان اخذ امه وقطعني والله زماني اخذ امي وقطعني. لما المر يحفظ فوق اللوم لما مثل لما الخرز لميت لما اشوى
اشوف الموت من اشتاق، لما اشوف الموت من اشتاق، لما نحس هالصيح يما الليل، نحس هالصيح يما الليل، زيد اللوم لا تقطر يا لمنا يا لمنا، الفقيد من الجريح يلهم، يا لمنا يا لمنا يا لمنا، بعد يا حويل من نبرد، بعد يا حويل من نبرد يا لمنا، بعد منفلا نرجع برجيه، بعد أمنا فلا نرجع برجيه بحضنها كنا حسب الثان، يماي يماي يماي، وافرح لا شفتها بيوم، يماي يماي تمنيتك بخرت بقيت، يما تمنيتك بخرت بقين، يماي 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 يماي، تمنيتك لكن ما يا صاحبي، تمنيتك لجال، تمنيتك لجال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واسأل الذين ظلموا ربي نسألك وندعوك بجلال وجهك الكريم يا الله، بأسمائك التامات برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم شافي وعافي مرضانا، يسر أمورنا، وفقنا لما تحب وترضى، استرنا واستر عوائلنا. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق هذه الليلة وهذه الأيام، أيام المولى الشهيد الصدر ونجليه مصطفى ومؤمل، أن تشافي مرضانا وتقضي حوائجنا وتيسر أمورنا يا الله. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في ساحات القتال، آمنا في أوطاننا، ادفع البلاء عنا، من علينا بدخول وليك صاحب العصر والزمان. من اجتمعنا لأجلها وقرأنا هذا المجلس لسببها ربي لا نعلم منها إلا خيرا، تركت جوارنا والتحقت إلى جوارك، فاجعل هذا المجلس نورا لقبرها والهم أهلها ودويها، الصبر والسلوان لفراقها. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، سيما أرواح الشهداء الشهيدين الصدرين والنجلين مصطفى ومؤمل، وكذلك إلى روح الفقيدة من اجتمعنا لأجلها المرحومة أم أحمد رحمة الله عليها، وإلى موتانا وموتاكم جميعا، وإلى أرواح شهداء العراق قاطبة رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة المباركة مسبوقة ومعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.